ببلش الفيلم مع ولد صغير اسمه موغلي، كان بهرب هو الذئاب من حيوان مفترس، وهو بركض بتسلق الشجرة وبدعس على جذع ميت وبوقع على الأرض، والحيوان المفترس بوصله، وكان نمر أسود اسمه باغيرا. بنعرف إنه هالنمر عثر على موغلي بالغابة لما كان طفل رضيع، وحالياً كان بدربه وما كان هدفه إنه يأكله. بحكي لموغلي لو كنت ناوي أصيدك عن جد كان زمانك ميت، لازم ما تبعد عن قطيع الذئاب وتركض معهم. بس موغلي ما باخذ كلامه جد وبحكي له كنت بقدر أهرب منك بس لولا جذع الشجرة اللي انكسر. باغيرا بحكي له أنت غلطان لأنك تسلقت شجرة ميتة، وبما إنك عايش عيشة الذئاب لازم تكون عارف كل هالحكي. وبنفهم من كلامهم إنه موغلي بحاول يتعايش على أساس إنه ذئب، بس دايما كان يفشل بالامتحان. بعدها باغيرا باخذ موغلي عشان ينضم لقطيع الذئاب، وهناك بنتعرف على أبو وأم موغلي الذئاب أكيلا وراكاشا اللي ربوا موغلي لسنين طويلة. بس موغلي كان يواجه صعوبة بأنه يتصرف مثلهم كذئب، وما كان عارف ينسجم مع إخوانه الذئاب الصغار. أمه راكاشا بتسأله شو عملت بالامتحان، موغلي حكى لها فشلت كالعادة. بعدها كل الذئاب بتعوي مع بعض وموغلي بعوي مثلهم. بعد فترة موسم المطر بخلص والغابة بصيبها الجفاف هالموسم كان شديد لدرجة إنه البحيرة بتجف بشكل كبير، وبتظهر صخرة كانت بقاع البحيرة اسمها صخرة السلام. بقانون الغابة لما صخرة السلام تظهر بحل السلام بالغابة، وممنوع الحيوانات تصيد بعض، والكل بيقدر يتجمع ويشرب مي بسلام. وفعلا بنشوف الحيوانات المفترسة بتشرب مي جنب باقي الحيوانات. موغلي بيظهر وبشوف كل الحيوانات متجمعة وكان متحمس يروح على البحيرة. راكاشا بتحكي له إنه هاي الحيوانات عمرها ما شافت بني آدم فلازم تتصرف معهم منيح. موغلي بينزل بين الحيوانات ورغم تحذيرات أمه برمي سلة بالبحيرة عشان يشرب فيها، فالحيوانات بتخاف منه. أكيلا بتدخل وبحكي لموغلي أنت المفروض ذئب وما بصير تتصرف بهالطريقة، لازم تتعايش على إنك ذئب. فجأة أكيلا بتشوف الطيور بالسما بتطير بشكل غريب وبفهم إنه في حيوان خطير جاي، فبأمر موغلي يتخبى وراه وما يتحرك. وفعلا بعد ثواني بظهر نمر خطير اسمه شريخان وبروح البحيرة عشان يشرب. الحيوانات بتخاف منه وبتبعد عنه. شريخان بيستغرب لما بشم ريحة بني آدم وبسأل إذا في بني آدم هون. أكيلا برد عليه وبحكي له في بني آدم عايش معنا وأنا بعتبره واحد منا. كل الذئاب بتوقف وجاهزة تدافع عن موغلي. شريخان بحكي لهم من متى في بشر بيعيش معنا بالغابة. أكيلا بحكي له هاد مجرد ولد صغير ومسالم. شريخان بحكي له الإصابة اللي بوجهي هاي من بني آدم، وموغلي رح يكبر يوم من الأيام ويصير شخص عدواني وشرير ويحاول يقتلنا، ولا من قانون الغابة إنه بني آدم يعيش معنا. أنا رح أحترم السلام والهدنة، بس رح أرجع لما النهر يرجع يتعبى، ورح أقتل كل واحد بدافع عن هالبني آدم، وبعدها بروح وبمشي. بعد كم شهر المطر ببلش يرجع والجفاف بينتهي. موغلي بشوف الذئاب من بعيد تتجمع كل يوم بتتشاور عشان يقرروا شو يعملوا معه. موغلي بقرر ينضم لهم وبكون مقرر إنه يترك الغابة عشان ما حدا من الذئاب يتأذى بسببه. كل الذئاب بتوافق على الفكرة إلا راكاشا لأنها بتعتبر موغلي ابنها وما بدها إياه يمشي. بس أكيلا بحكي لها قرار موغلي هو الصح ولازم ينضم للبشر، هيك أحسن إله وإلنا. راكاشا بتكون لسه معترضة، بس أكيلا بحكي لها ما في حل ثاني وابنك ما رح يكون بأمان إلا إذا مشى من هون. فراكاشا بتضطر إنها توافق وبتحكي لموغلي رح تضل ابني شو ما صار، وهو بودعها وبمشي بنفس الليلة. باغيرا وموغلي بينطلقوا برحلتهم الطويلة وهم بالطريق بيقابلوا قطيع فيلة وبنحنوا للفيلة لأنهم بيحترموهم. بعدها بيكملوا طريقهم وبوصلوا لأرض عشبية عايش فيها الجواميس. باغيرا فجأة بحس بخطر وبأمر موغلي يهرب للوادي ويتجه للشمال فوراً، بس موغلي كالعادة بيعترض. باغيرا بتجاهله وبضل مركز على إشي بالعشب شايفه بتحرك. فجأة بظهر شريخان، بس باغيرا بنقذ موغلي بآخر ثانية وبتبلش معركة شرسة بينهم. بالرغم إنه باغيرا كان نمر قوي بس ما كان أقوى من شريخان وبنهزم منه. شريخان بركض ورا موغلي، بس اللي بنقذ موغلي إنه الجواميس بتخبط شريخان. موغلي بيستغل الفرصة بكمل ركض وبنط بالوادي وبشوف الجواميس بتركض وهي خايفة من شريخان. موغلي بركب على واحد منهم وبهرب. شريخان بيتضايق لما بشوفه إنه هرب وبرجع لقطيع الذئاب بالغابة وبقعد جنب أكيلا وبسأله ليش ما سلمتني الولد. أكيلا بحكي له موغلي قرر يعيش مع البشر اللي زيه وما ظل مشاكل بيننا وبدنا السلام يحل بالغابة. بس شريخان ما بيعجبه الحكي وهجم على أكيلا وقتله وقطع راسه بكل سهولة. شريخان بيهدد باقي الذئاب وبحكي لهم أنا ما كنت بدي كل هذا يصير، بس أنتوا وقفتوا بطريقي، من اليوم وطالع هاي المنطقة رح تكون إلي. انشروا خبر موت أكيلا بكل الغابة لحد ما موغلي يعرف يجي برجليه، ولحد ما يرجع أنا مش رح أمشي من هون. ومنشوف راكاشا وهي مرعوبة منه كثير. بنرجع لموغلي اللي كان نايم على ظهر جاموسة. لما بصحى بلاقيهم بيمشوا على منحدر صغير وبشوف هزة أرضية بالجبل،
فبيخاف وبنط لحد ما وقع بالمي، ومسك بغصن شجرة لحد ما وصل للشمال بمكان شكله مرعب. بدخل يتجول بالغابة وبدور على باقيرة، وبلاقي جلد ثعبان ضخم كثير وشوية فواكه على الشجرة، وهو كان جوعان كثير فبوصل لها وباكل. فجأة بتظهر أفعى ضخمة كثير وبتحكي له أنا بعرف مين أنت وبعرف من وين جيت. موغلي بيحكي له وخايف أنا بستنى صاحبي وروح أمشي على طول. الأفعى بتحكي له لا تخاف، أنا رح أحميك لحد ما صاحبك يوصل. موغلي بنخدع وبضل واقف. بعدها الأفعى بتنومه مغناطيسيا وبتسيطر على عقله، وبتحكي له عن شخص بشري كان مسافر بالغابة، وقف عشان يخيم بكهف، وكل الحيوانات كانت تبعد عنه خايفة منه بسبب النار اللي معه. بس شريخان ما كان خايف ودخل الكهف عشان يأكله، بس البشري قدر يهجم عليه وسبب له الإصابة الموجودة بوجهه. بس بالنهاية شريخان قتل البشري وهرب من الكهف عشان يعالج جرحه. بس ما انتبه إنه موغلي وهو صغير كان موجود بالكهف، والبشري بيكون أبو موغلي. بعدها باقيرا ظهر وأخذ موغلي ليعيش مع الذئاب، ومن يومها كل الحيوانات صارت تخاف من النار ومنهم شريخان نفسه. بعد ما خلصت القصة الأفعى بتكون لافة جسمها حوالين موغلي عشان تأكله. موغلي ما بيكون بوعيه والأفعى بتفتح تمها عشان تأكله، بس بآخر ثانية ظهر دب وهجم على الأفعى فتركت موغلي وأغمى عليه. لما صحي ثاني يوم لقى حاله بكهف الدب اللي كان اسمه بالو. موغلي لما شافه خاف وصرخ، بس بالو بهديه وبحكي له أنا اللي أنقذت حياتك من الأفعى وهسا لازم ترد لي الجميل. بالو بياخذه وبيطلعه من الكهف لعند جبل، وبحكي له فوق الجبل في خلايا نحل كثير وبدي إياك تتسلق وتجيب لي العسل، أنا ما بقدر أعمل هالإشي لحالي لأني بخاف من المرتفعات. موغلي بنصدم لأنها مهمة صعبة، بس بالو بترجاه يوافق وبحكي له أنا لازم آكل كثير كل يوم عشان أقدر أمارس يومي بشكل طبيعي، ولازم أخزن كميات كبيرة قبل ما يجي الشتاء. موغلي بقرر يساعده وبروح يجمع أغصان الشجر وحجار عشان يصنع أدوات تساعده إنه يتسلق، وفعلا بينجح وبوصل لخلية النحل، بس النحل بهجم عليه وبقرص جسمه. بالو تحت بشجعه يكمل وما يستسلم. موغلي بيقدر يوقع كميات كبيرة من العسل، بس كان تعبان كثير بسبب قرص النحل. بنزل لعند بالو بشكيله، بالو بحكيله حط عسل على الأماكن اللي تقرصت فيها ورح تحس بتحسن. بعدها موغلي كان بده يمشي لأنه خلص رد الجميل، بس بالو بلحق وبطلب منه ما يروح. موغلي حكاله ما بنفع، أنا لازم أروح أعيش مع البشر. بالو بعرض عليه يوصله، وفعلا بنطلقوا برحلتهم بالليل. بوصل وبشوف قرية البشر من بعيد. بالو بحذره من النار اللي البشر مولعينها لأنها مؤذية كثير وبتدمر كل إشي بطريقها، وهي من اختراع البشر فإياك تستهين فيها. موغلي بيتضايق إنه أيامه وعيشته مع الحيوانات رح تنتهي، وبحكي ما كنت متخيل إني بيوم من الأيام رح أترك الغابة. بالو بحكي له أنا إلي سنين بحاول أوصل للعسل وبفشل، واللي عملته اليوم أبهرني. موغلي حكاله لأني تصرفت واستخدمت طريقة البشر مش طريقة الذئاب. بالو بحكي له كل كائن حي له طريقته بالحياة، وبحكي له شو رأيك تظل زي ما أنت شخص بشري بس تعيش معي بالغابة وتجمع لي كمية عسل كبيرة قبل الشتاء، وبتقدر تروح لقرية البشر بأي وقت بدك إياه وأنا بوصلك بنفسي. موغلي بيوافق وبحكي له رح أجمع لك العسل لحد الشتاء. بس ثاني يوم الصبح موغلي بجمع الأدوات اللي بيحتاجها عشان يتسلق الجبل ويحمي حاله من قرص النحل. الحيوانات الصغيرة بتساعده، وببني حبل طويل وسلة يوقع فيها العسل، وبكون مغطي جسمه بورق الشجر. الصداقة بين موغلي وبالو بتزيد وبيلعبوا مع بعض بالمي. بيوم من الأيام بتفاجئوا بظهور باقيرا. موغلي بركض عليه وبحضنه وبحكي له شو صار معه وإنه بالو أنقذه، وبورجيه كمية العسل اللي جمعها. بس باقيرا بيعصب عليه وبحكي له هاي مش عيشة الذئاب اللي أكيلة علمك إياها، إذا بدك تعيش بهالشكل روح على قرية البشر، رح تمشي معي هسه وبدون نقاش. بالو بيهديه وبحكي له ناموا الليلة هون وبكرة بتتحركوا. باقيرا بيوافق، وموغلي بيكون متضايق إنه خيب ظن باقيرا. بالليل والكل نايم موغلي بسمع فيها بتصرخ بالغابة، فبيروح يشوف شو فيه. بيطلع إنه في فيل صغير واقع بحفرة وهم بيصرخوا لأنهم مش عارفين يطلعوه. موغلي بيروح بيجيب الحبال اللي صنعها وبيستخدمها وبسحب الفيل الصغير من الحفرة. باقيرا وبالو كانوا صحيوا وشافوا اللي عمله موغلي وانبهروا فيه وحسوا بالفخر. بالو بحكي لباقيرا موغلي ولد موهوب، لا تخليه يمشي، خليه عايش بالغابة زي ما هو كشخص بشري. باقيرا بحكي له أنا مضطر أوديه لقرية البشر لأنه شريخان بطارده، وشريخان قتل أكيلة وما رح يوقف إلا لما يوصل لموغلي، فحاول ساعدني وإقنعه إنه يجي معي. بالو بنصدم وبخاف على موغلي كثير وبقتنع بكلام باقيرا. بروح يحكي مع موغلي وبحكي له كلام باقيرا صح، أنت لازم ترحل من هون، وهيك الشتاء قربت وأنت ما رح تعرف تعيش معي. موغلي بيتضايق وبحكي له أنا بدي أعيش معك لأننا أصحاب. بالو فجأة بحكي له إحنا مش أصحاب أصلا، وأنا كنت بستغلك عشان تجيب لي العسل مش أكثر، وما بدي إياك جنبي مرة ثانية. موغلي كان مصدوم كثير وبتركه وبمشي. طبعا بالو حكى هيك عشان موغلي يمشي، وبحكي لباقيرا أنا هيك عملت اللي علي، والكلام اللي حكيته كان أصعب إشي عملته في حياتي.
موغلي بقعد فوق شجرة وهو حزين. فجأة بتظهر مجموعة قرود وبتخطفه وبضلوا ينقلوه بينهم على الشجر. باقيرا وبالو بحاولوا يلحقوه، بس باقيرا ما كان يعرف يتسلق الشجر مثل القرود، فاضطر يركض على الأرض لحد ما وصل لبحيرة وما عرف يقطعها. بس بالو بنزل بالمي وبخليه ينط من عليه ويقطع للجهة الثانية. بالنهاية القرود تسلقوا الجبل وباقيرا ما عرف يتسلق زيهم. القرود أخذوا موغلي لقصر كبير، وباقيرا وبالو بحاولوا يتسلقوا الجبل رغم إنه بالو عمره ما تسلق إشي بحياته، بس بخاطر بحياته عشان ينقذ موغلي. والقرود بدفشوا بموغلي ليدخل قصرهم. بعدها بظهر ملك القرود، الملك لوي، اللي بيكون حجمه كبير كثير. بهالوقت كان باقيرا وبالو قدروا يتسلقوا الجبل. الملك لوي بيحكي لموغلي: سمعت إنك بدك تعيش بالغابة، بس عشان تعيش هون لازم حدا يحميك من شريخان، وأنا بعرض عليك الحماية، بس بالمقابل رح تعطيني إشي معين. موغلي بيستغرب وبحكي له: ما في إشي بقدر أقدم لك إياه. لوي حكاله: بالعكس، أنت زيك زي أي بشري بتقدر تصنع النار، وأنا بدي هالاختراع لأنه ما في أي حيوان بالغابة بيقدر يوقف بوجه النار. موغلي بيحكي له: أنا ما بعرف كيف النار بتنصنع. لوي بحس إنه موغلي بيخدعه، فبيعصب عليه وبأمره يعطيه وصفة النار. بعدها بدخل عليهم بالو لحاله وبضل يعظم بلوي وبحكي له: أنا مبسوط كثير إني شفت ملك عظيم وأسطوري زيك، وأنا تسلقت كل هالمسافة عشان أشوفك. وبكمل شكر وتعظيم بباقي القرود، والكل بيلتهي وبتشتت معه. وبهالوقت بدخل باقيرا من مكان ثاني وبأشر لموغلي عشان ينسحب ويمشي بهدوء. وفعلا موغلي بتحرك مع باقيرا، ولوي مش منتبه، بس في قرد بشوفهم وبصرخ. لوي بأمر القرود يطردوهم، وبالو بيطلع معهم وبوقفوا باقيرا يقاتلوا القرود لبين ما موغلي يهرب. بس لوي بقوم من مكانه بطارد موغلي بنفسه وبقدر يحاصره، وبوقف بطريقه بحكي له: لا تهرب وخليك معي. موغلي حكاله: بدي أرجع لأكيلا. لوي حكاله: أنت ما سمعت باللي صار لأكيلا؟ شريخان قتله، ويمكن يكون قتل كل قطيع الذئاب. موغلي بنصدم وما برضى يصدقه وبركض مرة ثانية، ولوي بطارده. موغلي بهرب منه جوا القصر، ولو بركض وراه زي المجنون وبدمر أعمدة القصر بطريقه. موغلي بنط منه للغابة، ولوي بيستوعب إنه دمر القصر وبنهد عليه. وبعدها القرود بتركض تشيل الحجار عشان تطلع ملكها. موغلي بكون عايش وموجود على شجرة وبسأل باقيرا إذا عن جد أكيلا انقتل، وباقيرا بحكي له: انقتل. وبنصدم إنهم كانوا عارفين طول هالوقت وما حدا حكاله. بحكي: لازم أتصرف وأخذ حق أكيلا. بركض باتجاه قرية البشر وبتسلل لجوا القرية وبقدر يسرق شعلة نار وبرجع فيها لقطيع الذئاب. موغلي وهو بركض في شرارة بتوقع منه على الأرض وهو ما بينتبه وبكمل ركض. كل الحيوانات بتخاف من النار وبتتجه ناحية المي عشان تحمي حالها. بعد شوي موغلي بوصل وبنادي على شريخان عشان يظهر، وبحكي له: أنا بطلت أخاف منك، ما في حدا من الحيوانات رح يخاف منك مرة ثانية. شريخان بظهر وبحكي له: الحيوانات هسه خايفة من النار. موغلي بتطلع وراه وبشوف الغابة مولعة بسببه، والحيوانات بتبعد عنه، حتى الذئاب اللي كان عايش معهم. شريخان بحكي له: هسه ظهرت على حقيقتك، لأنه كل البشر بيسببوا الخراب. لو قدرت تخدع كل الحيوانات ما رح تعرف تخدعني أنا، يلا هاجمني زي ما عمل أبوك. موغلي بيراجع حاله بفكر بكلامه، برمي النار بالمية عشان يثبت للحيوانات إنه ما بده يأذيهم. شريخان بفرح وبحكي له: هي أغبى حركة عملتها بحياتك، وبتقدم ناحيته عشان يهجم عليه. بس باقيرا وبالو كل الحيوانات بتقدموا كمان وبوقفوا جنب موغلي. شريخان ما بيخاف وبركض عليهم، وبالو بتصداله بس ما بيقدر يصمد كثير لأنه مش حيوان مفترس. وشريخان بيقدر يعض وموغلي بيتدخل عشان يقاتل شريخان، بس باقيرا بوقفه وبحكي له: أنت ما رح تعرف تقاتل زي الذئاب لأنك مش ذئب، قاتل بطريقتك وبأساليب البشر. موغلي بيقتنع وبركض ناحية النار، بينما الذئاب بتحاول تقاتل شريخان بس ما كانوا قادرين عليه. شريخان بشوف موغلي من بعيد وبركض وراه، فباقيرا بتدخل وبتقاتله وبتدور بينهم معركة شرسة. لكن للمرة الثانية باقيرا بنهزم. موغلي بكون وصل للشجرة الميتة وبفكر بخطة معينة وبجهز فخ عشان يقتل فيه شريخان. بنفس الوقت الذئاب بترجع تهجم على شريخان، بس هو بيبعدهم عن طريقه وبروح يطارد موغلي. موغلي بكون خلص الفخ تاعه وبستدرج شريخان لعنده، وبروح هو عند جذع شجرة ضعيف. لما شريخان بيجي وراه موغلي بضل يحكي له: أنا مش خايف منك. شريخان بعصب وبنط عليه، بس موغلي بكون هرب وجذع الشجرة بنكسر وشريخان بوقع بالنار وبموت. وهيك موغلي قدر ينتصر عليه باستخدام أساليب وذكاء البشر. بشوف قدامه الفيل اللي ساعدهم قبل وبركب على ظهر الفيل اللي أنقذه وبرجع فيه للحيوانات، وهم بيفرحوا إنه قدر ينتصر وطلع عايش. بعدها الفيلة بتكسر كم شجرة وبتحرف مجرى المي للغابة ناحية النار. الذئاب بتفرح بموغلي، وباقيرا بيحكي: اللي شفته الليلة مستحيل أنساه، ولد صغير قدر يوحد الحيوانات كلها لهدف واحد. ثاني يوم الصبح الأمور بالغابة بترجع هادية ومستقرة. باقيرا كان بيعمل امتحان جديد لموغلي، وموغلي قدر يتفوق على الذئاب بسباق السرعة، وهو هالمرة صار يستخدم طريقته كبشر مش كذئب. وموغلي بقرر يعيش بالغابة للأبد.
وبس والله، ولو عجبك الملخص واستمتعت بالقصة لا تنسى تضغط اللايك وتشترك بالقناة ليوصلكم كل جديد. بنشوفكم بالفيديو الجاي. سلام.